وده بارت 3 من سلسلة بناء الثقة بالنفس. طيب، أنا دلوقتي عرفت إن أنا ما عنديش ثقة في نفسي، وعرفت إيه الحاجات اللي بتهد ثقتي في نفسي. أنا دلوقتي أعمل إيه عشان أبني ثقتي بنفسي بقى؟ رقم واحد، ما نقعدش نحاسب نفسنا على كل صغيرة وكبيرة. إحنا بشر، إحنا إيه؟ بشر. طبيعي جدا إن إحنا نغلط، وطبيعي جدا 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 إن إحنا ما نبقاش بيرفكت. طب أقول لك على حاجة، أساسا ما فيش حد بيرفكت. الأهم من إنكم تكونوا بيرفكت إن أنتوا دايما تطوروا من نفسكم. تاني حاجة، نبطل مقارنة. أنا مش أنت وأنت مش أنا، حياتك مش حياتي وحياتي مش حياتك. ببساطة، عايز أو عايزة تقارنوا نفسكم بحد، قوموا اقفوا قدام المراية، وأول ما تقفوا قدام المراية هتعرفوا أنتوا هتبدأوا منين، وهتشتغلوا على نفسكم وهتطوروا من نفسكم. رقم 3، نحاول إن احنا نعمل إنجاز حتى لو صغنون قد كده. مثلا أقوم أروق سريري، مثلا أصلي صلاة في ميعادها، مثلا أروح الشغل من غير تأخير. دي كلها حاجات لما هتعملها هتساعد إن انت تزود ثقتك بنفسك. وبكده السلسلة دي معانا هتقف لحد هنا، لأننا هنبدأ سلاسل جديدة وحاجات عملية هنشتغلها مع بعض. وهنقدر في الفترة دي وتحديدا فترة شهر رمضان إن احنا نستغل على قد ما نقدر، ونحاول نطور من نفسنا بأشتى الطرق. شايفين أشتى الطرق لغة عربية. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك كده ولايك على السريع وانتوا ماشيين، اوكي؟